وعشان كده أول ما شاف الصورة دي في المتحف جه في دماغه التلات أسئلة دول. ولما دور في المراجع ليه 3 أهرامات مش 2 أو 4 أو 5، لقى في المراجع إن 3 أهرامات الجيزة دول مدافن للملوك، وإنهم 3 أهرامات خاصة بالملك خوفو وخفرع ومنقورع. بس في حاجة غريبة أوي هو اكتشفها، إن خوفو ليه ابن اسمه جدف رع، وده لقاه باني هرمه في منطقة أبو رواش على بعد 10 كيلو متر من هضبة الجيزة. طب ليه ما بناش هرمه جنب هرم أبوه؟ أكيد هو ساعتها كان ابن عاق، بس لما دور لقى إن في ابن عاق تاني للملك خفرع وباني هرمه في سقارة. طب ليه ما بنوش أهراماتهم جنب أبوهم؟ يعني هو ما اقتنعش بالإجابة اللي في المراجع. ولما راح للسؤال التاني اللي هو ليه الهرم التالت أصغر بكتير من الهرم الأول والتاني، وهنا لقى في المراجع إن بيقولوا إن الملك منقرع كان بنيه صغير عشان يقلل التكاليف، بس برضه هو ما اقتنعش عشان لقى هرم منقرع بيحتوي على عدد كبير جدا من أحجار الجرانيت الأحمر. وأحجار الجرانيت الأحمر دي كانت بتيجي من أسوان، يعني على بعد 1000 كيلو متر، يعني نقله صعب جدا وتقطيعه أصلا أصعب من نقله.